شخصيات حموية كردية. أعلام في السطور: شريف الأرفلي، من رواد الحركة الفنية التشكيلية في سوريا، منشورة بجريدة الفداء بالعدد الصادر 20 كانون تاني عام 2019. هو شريف ابن مصطفى الأرفلي من مواليد حماة عام 1914. تابع دراسته الابتدائية والإعدادية في حماة، ثم أتم دراسته في دار المعلمين بدمشق. بعد تخرجه من دار المعلمين مارس التدريس في ثانويات حماة ما بين عامي 1932 و 1946. في عام 1946 تزوج من السيدة نوزل الباكر البرازي، التي كانت إحدى رائدات الحركة النهضوية النسائية في سوريا. لازم الفنان الفرنسي جورج ميشلي خلال إقامته في حماة. أوفدته وزارة المعارف، اللي هي وزارة التربية حاليا، إلى القاهرة لدراسة التصوير في كلية الفنون الجميلة. تم تعيينه مديرا لثانوية أبو الرشد مكان ثانوية السيدة عائشة حاليا، مع تدريس التربية الفنية عام 1951 فيها. انتقل عام 1954 إلى دمشق لتدريس الرسم في ثانوية جودة الهاشمي ودار المعلمات، وبدأ من عام 1960 قام بالتدريس في كلية الفنون الجميلة بدمشق. يعتبر شريف الأرفلي واحدا من فناني سوريا الرواد الذين ساهموا بتأسيس الحركة الفنية التشكيلية. شارك في بنالي الإسكندرية بين عام 1955 و 1959. وبنالي الإسكندرية هو معرض الفنون التشكيلية لدول البحر المتوسط، ويعتبر ثاني بنالي بعد بنالي البندقية في إيطاليا، ليأتي بعده بنالي غرناطة في إسبانيا. ويشترك في البنالي أكثر من 100 دولة. نال الجائزة الأولى في تصميم إعلان المغتربين عام 1960، والذي أصبح فيما بعد طابعا بريديا أصدرته المؤسسة العامة للبريد في سوريا. هو عضو نقابة الفنون الجميلة وعضو الاتحاد العام للفنانين التشكيليين. حاز على عدة شهادات تقدير من وزارة الثقافة ونقابة الفنون الجميلة. أقام عدة معارض ضمن الجمهورية العربية السورية وخارجها. له عدة لوحات مقتناة من قبل المتحف الوطني بدمشق ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وعدد من الوزارات والمؤسسات. توفي في دمشق عام 2003 حيث وري الثرى فيها. المحامي معتز البرازي.